طريقة عمل الفطير المشلتة المصري الأصلي. المكونات: 4 أكواب دقيق أبيض يفضل متعدد الاستخدامات، 1 ملعقة صغيرة ملح، ماء دافئ للعجن حوالي 1.2 كوب أو حسب الحاجة، سمن بلدي أو زبدة مذابة، بلس زيت نباتي للفرد. الطريقة: تحضير العجينة. في وعاء كبير ضعي الدقيق والملح وقلبيهم معا، أضيف الماء تدريجيا وعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة وطرية ولكن غير لزجة. غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة 30 دقيقة. 2. تقطيع العجينة. بعد أن ترتاح قسمي العجينة إلى كرات متوسطة الحجم حسب حجم الفطير المرغوب. غطي الكرات بكيس بلاستيكي أو منشفة مبللة واتركيها ترتاح 10 دقائق. 3. فرد العجينة. أدهني سطح العمل بخليط السمن والزيت. خذي كرة وابدأي في فردها على شكل دائرة رقيقة جدا حتى تصبح شبه شفافة. ادهني السطح بالسمن والزيت. 4. تطبيق العجينة الطي. أطوي العجينة من الأطراف إلى الداخل لتشكيل مربع مع دهن كل طبقة بالسمن أثناء الطي. ضعيه جانبا وكرري العملية مع كرة أخرى، ثم ضعي الأولى داخل الثانية بعد فردها، وأطويها بنفس الطريقة للحصول على عدة طبقات. 5. الخبز. سخني صينية فرن أو طاسة كبيرة وادهنيها جيدا. ضعي الفطيرة وادخليها فرن ساخن على حرارة 220 مئوية، أو اخبزيها على النار في طاسة مدهونة مع تقليبها حتى تحمر من الجهتين. بمجرد خروجها من الفرن ادهني وجهها بالسمن أو العسل حسب الرغبة. نصائح: كلما زادت كمية السمن والزيت بين الطبقات زاد هشاشتها. يمكن تقديمها حلوة مع العسل أو السكر، أو حادقة مع الجبن أو الطحينة.